من أول ما اتفرجت على الفيلم وأنا داخل بتوقعات كبيرة جدا، خصوصا إنهم قاعدين يقولوا إن التصوير أخد 3 سنين وإن ده أضخم فيلم بصريا في مصر وإنه هيكون نقلة في السينما المصرية. لكن بعد ما خلصت الفيلم حسيت إن في مبالغة كبيرة جدا في الكلام اللي اتقال عليه. أول حاجة شدتني في الفيلم كانت الشكل البصري، وواضح جدا إن في ميزانية ضخمة جدا مدفوعة، وواضح إن في مجهود كبير جدا في الديكورات والملابس وتصميم العالم والألوان والإضاءة. تحس انهم كانوا عايزين يعملوا عالم مختلف فعلا عن المعتاد في السينما المصرية، وده شيء يحسب للفيلم. لكن في نفس الوقت وانا بتفرج كان عندي احساس غريب ان كل ده معمول علشان يبهرني بصريا وبس، بينما القصة نفسها كانت بسيطة جدا ومفيهاش العمق اللي يخليك متعلق بالاحداث او الشخصيات. هبدأ بالشخصيات والممثلين لأن دي كانت حاجة بالنسبة لي محتاجة تكون أقوى. أول شخصية هي رزان جمال، بصراحة كنت متوقع منها مساحة أكبر وتأثير أكبر في الأحداث، خصوصا إن حضورها وشكلها مناسب جدا للعالم اللي الفيلم بيقدمه. هي فعلا كان عندها كاريزما ووجود على الشاشة، لكن الشخصية نفسها مكتوبة بشكل سطحي جدا، فحتى لما بتحاول تقدم أداء كويس بتحس إن مفيش مادة قوية تساعدها. حسيت ان الشخصية دي كان ممكن تتعمل بشكل اعمق بكتير ويتبني لها خط درامي يخلي المشاهد يتعلق بيها اكتر. نيجي لمحمد رمضان، ودي يمكن اكتر نقطة كنت مستنيها. بصراحة اداؤه بالنسبة لي كان متوسط جدا، مش وحش لكنه في نفس الوقت مش مختلف. انا مكنتش حاسس اني شايف شخصية جديدة، كنت حاسس اني شايف محمد رمضان بنفس طريقته المعتادة، لكن في عالم وديكورات مختلف، في نفس النظرات، نفس طريقة الكلام، نفس ردود الافعال تقريبا، ومفيش تحول تمثيلي يخليك تقول فعلا الراجل ده تعب على الشخصية دي. ودي حاجة ضايقتني جدا، لان مع مخرج زي محمد دياب وميزانية ضخمة كنت متوقع نشوف محمد رمضان بشكل مختلف تماما عن اي حاجة عملها قبل كده. وبصراحة أكتر حاجة خلتني أحس بده إن القصة نفسها فيها شبه كبير جدا من شخصية محمد رمضان في الكنز، نفس فكرة الشخصية اللي ماشية في رحلة داخل عالم كبير حواليها، ونفس الإحساس إن البطل محطوط في وسط صراعات أكبر منه. فحتى على مستوى الكتابة ما حسيتش إن في اختلاف جذري. أما شخصية أحمد داش فبصراحة أنا حاسس إنه ما كانش لايق على الدور خالص، لا شكل الشخصية راكب عليه ولا حتى اللوك نفسه أو الدقن كانوا مناسبين طول الفيلم. كنت حاسس ان في حاجة غلط او ان الاختيار نفسه مش مناسب للعالم اللي الفيلم بيحاول يبنيه. وحتى الاداء نفسه ما حسيتش انه مقنع بالشكل الكافي. في ممثلين بتحس انهم داخلين الشخصية طبيعي جدا، لكن هنا كنت حاسس طول الوقت ان احمد داش بيمثل مش عايش جوه الشخصية. في المقابل الشخصية اللي كان عاملها علي قاسم كان من احسن الناس الموجودة في الفيلم بالنسبة لي، اداؤه هادي ومريح وعارف يتحكم في الشخصية كويس جدا. وكل مشهد ليه كان فيه حضور حقيقي، حسيت انه فاهم الشخصية وعارف هو بيعمل ايه، وده خلاه من القلائل اللي فعلا كنت مستمتع بمشاهدته. لكن اكتر ممثل شدني فعلا كان ماجد الكدواني، ودي كانت مفاجأة بالنسبة ليا رغم انه مطلعش كتير، لكن اي مشهد بيظهر فيه تحس ان فيه ممثل تقيل داخل الشاشة. حضوره كان قوي جدا وكاريزمته عالية، وحتى طريقته في الكلام ونظراته كانت ممتعة اكتر من شخصيات واخدة وقت اطول بكتير. ودي من الحاجات اللي ضايقتني فعلا، اني كنت عايزه يطلع اكتر بكتير لان وجوده كان فارق جدا في الفيلم. الكتابة واضح جدا انها كانت مركزة على بناء العالم اكتر من بناء الشخصيات، ودي مشكلة كبيرة بالنسبة ليا لانك ممكن تعمل اضخم ديكورات وتصوير وانتاج، لكن لو الشخصيات نفسها مكتوبة بشكل عادي فالمشاهد مش هيتعلق. مفيش شخصية هنا حسيتها معقدة او عندها طبقات كتير او تطور درامي قوي. الحوارات نفسها عادية جدا ومفيش جمل قوية علقت معايا بعد الفيلم. اما بالنسبة للاخراج فانا فعلا كنت متوقع اكتر من محمد دياب، لان الراجل ده اثبت قبل كده انه يعرف يعمل دراما قوية جدا ويعرف يخلق تطور وشخصيات حقيقية. لكن هنا حسيت انه كان مركز اكتر على الشكل والانتاج الضخم، بينما الروح نفسها ناقصة. الفيلم شكله كبير جدا لكن الاحساس الدرامي مش بنفس القوة. نيجي بقى للاكشن، ودي اكبر خيبة امل بالنسبة لي تقريبا. انا داخل الفيلم متوقع اشوف نقلة حقيقية في الاكشن المصري، خصوصا لما اسمع ان التصوير اخد 3 سنين. كنت مستني اشوف جرأة اكبر في التصوير، لقطات طويلة، وان شوت، كاميرا واسعة، حركة واضحة، لكن اللي شفته كان اكشن تقليدي جدا، وده بالنسبة لي ضيع الاحساس بالحركة وخلى المشاهد يحس انه متقطعة بدل ما يعيش الاكشن نفسه. وده شيء غريب لان الفيلم واضح انه مصروف عليه جدا، فكنت مستني استغلال اكبر للامكانيات دي. حسيت انه واخد صيت كبير معمول بابهار بصري ضخم، لكن من غير استخدام حقيقي للقوة دي في تنفيذ مشاهد الاكشن. وبرضه موضوع ان الناس بتقول ان احنا عمرنا ما شفنا حاجة زي دي في مصر، شايفها مبالغة فيها جدا. ممكن في السينما تحديدا يكون مختلف شوية، لكن عموما لا، بصراحة الحشاشين كان فيه مشاهد بصرية اقوى وافخم بكتير في رأيي، وحتى جودر كان فيه خيال بصري وشغل عالم مختلف ممتع اكتر.
فممكن تقول ان الفيلم من اضخم الاعمال السينمائية بصريا، لكن ما تقولش مفيش زيه في مصر لان دي مبالغة كبيرة جدا. وبرضه المشكلة ان كل ما الفيلم يحاول يبهرني بصريا كنت مستني ان القصة هي كمان تعلي، لكن ده ما حصلش. القصة بسيطة جدا ومتوقعة، ومفيش عمل نفسي او درامي يخليك تفكر في الفيلم بعد ما يخلص. هو فيلم ممكن تتفرج عليه وتستمتع بالشكل والإنتاج، لكن بعد سنين مش هتفضل فاكر تفاصيل كتيرة منه. وفي النهاية أنا شايف إن الفيلم عادي ومش وحش، وفيه مجهود ضخم جدا واضح، لكنه أقل بكتير من التوقعات اللي اتبنت حواليه. ممكن يكون فعلا أفضل فيلم لمحمد رمضان من ناحية الشكل والإنتاج والتصوير، لكنه ده مش معناه إن فيلم عظيم أو مختلف دراميا. كنت متوقع من محمد دياب لما يمسك ميزانية بالحجم ده انه يعمل حاجة اعمق واجرأ واقوى بكتير، خصوصا في الكتابة والاكشن والشخصيات، لكن اللي خدناه في النهاية فيلم شكله ضخم وروحه عادية. تقييمي النهائي للفيلم هو 6 من 10، ولو هقول نصيحة لأي حد داخل الفيلم، ادخل من غير ما ترفع توقعاتك جدا بسبب الكلام الناس، لأن كل ما تتوقع أكتر احتمال كبير تخرج أقل انبهارا. وبس كده ونكون خلصنا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. بس كده وسلام.